ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. النهارده هنعمل تحلية سهلة جدا وسريعة في 5 دقايق وموفرة جدا اقتصادية وولادنا يحبوها جدا جدا. هنعمل كيكة الشوكولاتة بصوص الشوكولاتة الاقتصادي من غير ما تحطي فيه قطعة شوكولاتة واحدة. يلا نشوف بقى عملنا ايه. انا جبت معايا شفشق الخلاط، حطيت فيه كوباية لبن وكوباية سكر، نص كوباية كاكاو، وبعد كده وكوبايه الا ربع من زيت. بس انا ما حطيتش زيت، انا ضربت الاول شغلت الخلاط على كوبايه اللبن وكوبايه السكر ونص كوبايه الكاكاو والخلاط شغال. بقيت احط الزيت، انزل بالتدريج بكوبايه الا ربع الزيت. وبعد كده هنحط بعد ما ضربت، بصوا الخليط وصل معانا وتخن، وريتكم شكله. هنحط واحده هولز اهو. بصوا وصلنا للقوام ده، وهقول لكم على المقادير تاني واحنا شغالين، ما تقلقوش. وصلنا اهو للقوام ده. بعد كده هاخد كوبايه من الخليط بتاعنا ده وهنركنها على جنب. ممكن تحطيها في التلاجة او عادي على الرخامه، مش مشكله. هقولك هنعمل ايه بباقي المكونات اللي في الخلاط اهو. هنركن ده على جنب. نجيب بقى معانا برضو شفشق الخلاط، هنحط 3 بيضات وعليهم رشه فانيليا. نقول بقى المكونات بتاعتنا تاني: كوبايه لبن، عليها كوبايه سكر، عليها نص كوبايه كاكاو. بشغل الخلاط وبعد كده بحط كوبايه الا ربع زيت بالتدريج لحد ما القوام معانا بيتقل. وبعد كده اروح اول ما القوام معايا بيتقل اروح حاطه، اوقف الخلاط واحط واحده هولز. وبعد كده خلصنا الخليط بتاعنا، افضي منه مج مليان. وبعد كده الخليط اللي اتبقى معانا هنكسر عليه 3 بيضات ورشه فانيليا بس. وبعد كده هنضرب برضو الخلاط، يعني نشغل عليه الخلاط وكده، يبقى اللي هي المواد السائله بتاعتنا كده بقت جاهزه خلاص اهو. هحط اهو رشه الفانيليا. يعني صدقوني الكيكه اقتصاديه جدا وبيبقى طعمها في منتهى الجمال، ولادكم يحبوها جدا. بصوا كده بعد ما ضربنا خلاص، بصوا الخليط بقى خفيف معانا ازاي. هنيجي بعد كده بقى للمكونات الجافه بتاعتنا، هنفضيها عندنا في الطبق بتاعنا بس. وما بيحتاجش بقى ولا عجان ولا مضرب ولا اي حاجه، هو بالخلاط. وعلى فكره ممكن لو ما فيش خلاط كمان ممكن المكونات دي، بس هيبقى صعب ان انت تعملي صوص الشوكولاته. ممكن تعمليها بقى كيكه عاديه من غير صوص شوكولاته، لان صوص الشوكولاته لازم الخلاط اهو. انا جبت بقى كوبايه من الدقيق وعليها معلقه كبيره. هحط دلوقتي معلقه كبيره من الكيك شيف. بصوا هقلب هلاقي الخليط بتاعنا شويه خفيف. الدقيق ده بقى، بصي انا حطيت بالظبط، ده خد مني كوبايه وربع. حتى تشوفوا نص كوبايه، هامله نص كوبايه تاني، مش هحط كله، ده بياخد معانا كوبايه وربع، فاهميني؟ فالدقيق ده بالذات على حسب نوع الدقيق، في دقيق بيشرب سوائل، في دقيق ما بيشربش سوائل. يعني ممكن ياخد الكوبايه ونص، ممكن ياخد الكوبايه بس، على حسب نوع الدقيق. فانا هنا لما حطيت الكوبايه حسيت القوام معايا خفيف، زودت له حبه كمان. في الوقت ده طبعا انا ببقى مسخنه الفرن على درجه حراره من قبلها، يعني بربع ساعه بيبقى على وسط درجه حراره متوسطه. وعلى ما بخلص الكيكه بتاعتي بتكون كده الفرن وصلت لدرجه الحراره المناسبه اللي انا عاوزاها، فاهميني؟ بس فزي ما قلت لكم يعني اهو. بص انا كده ده نص الكوبايه، هحط نصه منها، يعني هي الرشه دي مش هاخد منها حاجه تاني. ان انا بعد ما بقلب، ان انا زي ما قلت لكم امشوا رش حبه حبه. لما بقلب ما لقيتها مش محتاجه تاني، خلاص قوامها بقى مظبوط جدا معايا. تقلت بقت حلوه، هي ما ينفعش تبقى خفيفه ولا تقيله. بصوا قوامها مظبوط جدا. جبت بعد كده بقى القالب بتاعي اللي انا هحط فيه، انا هحطها في قالب بايركس. فهجيب دلوقتي قالب بايركس وهدهنه بالزبده. وافضل حاجه ان انت تدهنيه بالزبده، مش هيلزق معاكي. والقالب ده كان حجمه جدا كويس جدا على الكيك بتاعتي، طلعت عاليه وحلوه. فعاوز تعملي فيه عادي، ممكن تعملي في صينيه ألمونيا اللي هي المربعه. على ما اظن الكميه دي ممكن تبقى في المقاس الوسط، يعني صواني الألمونيا بتبقى مثلا 3 مقاسات، هي ممكن تبقى في الوسط، تبقى حلوه جدا وهيطلع علوها كويس معاكي اهو. وممكن تنفع في الصغير وهتبقى حجمها عالي. ولو صينيه مدوره، اصغر مقاس في المدور اللي هو مقاس مثلا 24
هتبقى معاكي برضو كويسه جدا. ولو مقاس اصغر 22 هتطلع عاليه. ففي المقاس ده انت تحكمي فيه، لان هي لو زادت عن كده، لو مقاس 26 هتلاقيها في انها تبقى عاليه هتبقى اقل شويه. فعلى حسب طبعا ما انت حباها بقى عاليه ولا لا. كده انا حطيتها اهو في البايركس بتاعي. هحطها فيه كويس. انت مجرد ما تحركيها هتلاقيها بقت كويسه خلاص اهو. وهدخلها بقى الفرن. هي بالظبط قعدت معايا في الفرن يعني حوالي ما كملتش النص ساعه كمان، حوالي نص ساعه ل5 دقايق، بس بترجع طبعا درجه حراره الفرن. هي كده بعد ما طلعت اهي من الفرن. بصوا انا مطرح ما اختبرتها بالعصايه. بصوا فانا طبعا دلوقتي بقى هعمل ايه، ببتدي اعمل فيها اخرام في كل حته عشان لما اسقيها عشان تبقى طريه من جوه. بصوا جايبه نص كوبايه لبن اهو، هسقيها بيه. مش هتاخد النص كوبايه اللبن كله، وهتبقى ده بيخلي لك الكيك طري جدا. الكيكه تبقى هشه وطريه وحلوه، يعني وانت بتاكليها بعد ما هتحطي لها صوص الشوكولاته وتيجي تاكليها تلاقي الكيكه طريه وحلوه قوي، رغم ان الكيكه برده طريه اساسا من غير ما احط لها اللبن. بس ده بيزود طراوه الكيك وبيخليها جميله، طعمها حلو، غير بتبقى الكيكه غنيه اهو. دلوقتي بقى هنجيب صوص الشوكولاته. بصوا هفضيه بقى عليها. يعني اللي بيتفرج عليه لحد دلوقتي لو لسه ما عملتوش لايك، اتمنى انتوا تعملوا لايك وتكون قناتي بتعجبكم عشان يوصلكم مني اي فيديوهات جديده بنزلها. ولو محتاجين اي حاجه يعني فيديوهات معينه اكلات معينه قولوا لي وانا اعمل لكم كل اللي انتم محتاجينه اهو. كده خلاص انا حطيت صوص الشوكولاته على الكيكه كلها. نبتدي بقى نقطع الكيكه. ممكن عاوزه تسيبيها شويه تحطيها مثلا في التلاجة 10 دقايق بحيث ان الصوص يمسك تمام، بس طبعا انا عيالي ولادي ما كانوش صابرين فعشان كده قطعتها لهم على طول. بصوا حتى صوص الشوكولاته لسه يعني يعتبر سايب خالص اهو. هقطعها طبعا بتقطع مكعبات بقى زي ما انت عاوزه، حجمها كبير حجمها صغير زي ما تحبي، بس يعني انا شفت ان الحجم ده كده مناسب وجميل. صدقوني هتعملوها مش مكلفه خالص، حلوه وسريعه بما ان الجو اليومين دول حر جدا جدا فاهميني. والولاد طبعا مش مرجح طبعا الخروج في الجو ده لان الجو صعب جدا، فبيبقوا قاعدين في البيت زهقانين. ممكن تعملوا لها تحليه بسيطه وسهله وسريعه وانتي في قلب البيت، مش تاخد منك وقت. صدقني مش تقفي في المطبخ كتير عشان مثلا تقولي الجو حر وكده، لا، وهتبقى تحليه سريعه وهتعجبهم جدا. صوص الشوكولاته ده مش معنى ان هو ما فيهوش شوكولاته هتلاقيه يعني مش غني، لا لا لا، صدقوني هتلاقوه طعمه في منتهى الجمال. جربوها واتمنى ان الكيكه بتاعتي تكون عجبتكم وكل اللي يجربها تعجبه. واشوفكم في فيديو جديد، وما تنسونيش في اللايك، واللي مش مشترك يشترك في القناه. وباي باي، اشوفكم في فيديو جديد.